ناس كتير مش فاهمة ايه هو الستادي ويز مي، فانا جاي اقول لك ليه نوعية الفيديوهات دي ممكن تفرق في حياتك جدا زي ما غيرت حياتي. الفيديوهات دي من قبل ما تبقى مفيدة ليكو تبقى مفيدة ليا انا كمان. يعني انا بواجه صعوبة جدا ان اقعد ولو ساعة اذاكر فيها اي حاجة او اعمل اي حاجة مأجلها، ولكن لما بقعد اذاكر معاكم في الفيديوهات اللي بعملها دي فبقعد ساعتين او على حسب الفيديو، فبنجز حاجات كتير كنت بلاقي صعوبة جدا في انجازها. يعني بجبر نفسي اني انجز بحجة اني بصور ولازم انزل الفيديو. الستادي ويز مي هي نوعية فيديوهات بدأت على اليوتيوب من فترة كبيرة. فكرتها ببساطة انه بيكون في حد قاعد بيشتغل وانا بجيب حاجتي اقعد اذاكر معاه، انا ساكت وهو ساكت ونخلص اللي ورانا. طيب وانا ليه محتاج اصلا الفيديو ده؟ طب ما اذاكر لوحدي. الفترة الاخيرة كلنا بقى عندنا مشكلة في التركيز والتشتت، وده بسبب الفيديوهات القصيرة زي التيك توك والريلز. بيقولوا انك لو قعدت ساعة واحدة بس على التيك توك هتكون اتفرجت على 90 ل 130 فيديو، ودي طبعا حاجة كارثية. فعقلك اتعود انه يتكافئ بسرعة، اتعود على الدوبامين السريع، فبمجرد اني بحس بشوية زهق هقلب على طول. ده غير ان المذاكرة نفسها عملية مملة وتقيلة على القلب، الا طبعا في اواخرها لما تحس انك فعلا طلعت بمعلومة، ساعتها المخ بيتكافئ بشوية دوبامين. الهدف من نوعية الفيديوهات دي هما في كلمتين: الالتزام والونس. الالتزام هو انك تحاول تلتزم قدر الامكان بالمدة بتاعت الفيديو، والفترة اللي احنا بنكون قاعدين بنذاكر فيها، والفترة اللي بناخد فيها بريك. طيب ايه هي الطريقة اللي بنذاكر بيها؟ اولا لازم تبقى عارف ان مفيش طريقة ثابتة للمذاكرة يقدر حتى اتنين يتفقوا عليها. فانت بتحاول تذاكر بفترات مختلفة بطرق مختلفة لحد ما تلاقي الفترة اللي دماغك تقدر تدخل في التركيز من غير ما تتشتت ومن غير ما تفصل. مثال الطريقة اللي انا بشتغل بيها هنا او اللي بذاكر بيها اسمها البومودورو. مش معنى اني بذاكر بيها يبقى هي الصح، زي ما قلنا تاني في مليون طريقة للمذاكرة. انا هكلمك عن البومودورو ده سريعا، وهي ببساطة انك بتشتغل فترة معينة وتاخد بريك فترة معينة. فمثلا ممكن تذاكر 25 دقيقة وتاخد بريك 5 دقايق، او ممكن تخليها 50 دقيقة وتاخد 10 دقايق بريك براحتك. فحتى البومودورو ما هياش ثابتة. طيب انا مثلا لو عايز اجرب الطريقة دي اختار ايه؟ لو انت في البداية انصحك انك تجرب تقعد 25 دقيقة وتاخد 5 راحة. طب ليه؟ عشان تبدأ تعود نفسك، ولكن الصح انك تختار المدة اللي مخك يقدر يدخل فيها جوه التركيز. اتكلمنا عن مميزاتها وليه هي مفيدة وليه هي حلوة اصلا، وعرفتوا ان انا بجربها. ولكن ننتقل بقى للعيوب بتاعتها. من عيوبها انها بتكون فيديوهات طويلة جدا، فيعني الخبراء بينصحوك انك تكون حاطط حدود لنفسك، وفي نفس الوقت تبقى عارف وقت معين، زي مثلا ان هذاكر كذا ساعة واقعد مع الفيديو ده كذا ساعة. ولكن مثلا لو فيديو طويل قوي مثلا 8 ساعات وانا مش هذاكر كل ده، فهو بيحذرك على الادمان من نوعية الفيديوهات دي. زي فيديوهات تانية ممكن الشخص يدمن عليها، فتتحول من انها وسيلة للانتاجية لوسيلة للالهاء وتضييع الوقت. فمش لازم ان انا هذاكر وليكن 8 ساعات يبقى انت تقعد ال8 ساعات معايا. انت مثلا ليك حدود معينة هتذاكر معايا فيها وتقفل الفيديو، يبقى عندك التحكم الكامل في نفسك وفي وقتك. من السلبيات كمان ان في ناس ممكن تركز على حاجات غريبة في الفيديو بدل الانتاجية نفسها، انه يركز مع المكتب، الشاشة اللي ظاهرة، المؤقت، المهم يبص على الغرفة والاكسسوارات والديكورات والكلام ده كله، ويسيب الغرض من الفيديو وموضوع الانتاجية والمذاكرة. اتكلمنا عن المميزات والعيوب، نتكلم بقى عن كام حاجة تعملهم في المذاكرة او حتى وانت بتتفرج على اي فيديو لستادي ويز مي. دول كام حاجة تعملهم. قبل ما تبدأ يفضل انك تكون كاتب الحاجات اللي هتشتغل عليها او تنجزها، بحيث انك تتتبع انجازك ليها. 2. بعد ما تخلص مذاكرة تقفل الكتب او الحاجات اللي انت بتذاكر منها وتمسك ورقة فاضية وتبدأ تكتب الحاجات اللي انت اتعلمتها او الحاجات اللي انت استفدتها من المذاكرة دي. 3. تكافئ نفسك بحاجة حلوة وبتحبها، لانك بعد المجهود ده لازم تكافئ نفسك ولو بشيء بسيط، سواء كان فيلم او خروجة او سهرة، المهم تكافئ نفسك. وفي حاجة حلوة قوي بعملها، وهي ان لو موجود حاجة بحبها زي اكلة مثلا او مشروب او حتى فيلم عايز اسمعه دلوقتي فما بسمعهوش، او اكل الاكلات دي غير بعد المذاكرة، وده بيخليني عايز اخلص اللي ورايا علشان اكل او اعمل الحاجة اللي انا بحبها، ومنها بكافئ نفسي. في مثل قديم بيقولك البعيد عن العين بعيد عن العقل. انك تبعد عن المغريات والملهيات من بيئتك، يعني لو مش عايز تنام ابعد عن السرير، عايز تنجز ابعد عن الفون والملهيات وجهز بيئة مناسبة. هل جربت النوعية دي من الفيديوهات؟ جربت ستادي ويز مي؟ هل ذكرت كده مع شخص قدامك فتحت الفيديو حد بيقعد يذاكر فعلا وبيشجعك مثلا من خلال الفيديو، ولا هي بتكون الافضل انك تبعد خالص اصلا زي ما بعيد عن الموبايل وبعيد عن المشتتات؟
هل الفيديو ده بتشوفه هو نفسه مشتت اللي هو study with me؟ هو اصلا بيشتتك عن المذاكرة ولا لا هو اصلا بيشجعك؟ فكل شخص ليه رأي. شخص بيقول لا انا هبعد عن الاشعارات والتليفونات وكل ده علشان اقعد واركز واذاكر واحدد لنفسي تايمر قدامي لو انا بسوف. فيديوهات study with me يمكن يكون هو نفسه اصلا نوع من الالهاء مش نوع من التشجيع، فبتختلف من شخص لشخص حسب هو بيشوف الموضوع ده ازاي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو عجبك الموضوع اكتب لي تحت في التعليقات. وكالعاده عندي سؤال لحضراتكم، محتاج اعرف هل فعلا في حد بيذاكر على فيديوهات study with me ولا لا؟ احب اسمع رايكم في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الاشعارات. مش هوصيكوا بقى باللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير.